اليوم راح اسوي الورلد ريكورد. في واحد اسمه فياز ناصر اتوقع شرب واحد من هذيله الكابريسون، اكيد تعرفونهم لان كلنا نحبهم كلنا نشربهم وطعمهم وايد حلو. فهذا الشخص قدر يخلص واحد كامل ب8 ثواني، مو 8 ثواني بالضبط بس اتوقع يعني 8.06 شيء كذي، ما ادري بالضبط كم بس كان تقريبا 8 ثواني. فهو سوى الورلد ريكورد وانا يعني ما اقدر اشوفه يسوي الورلد ريكورد وانا ما اجرب. اليوم راح اسوي الورلد ريكورد، راح اشربه ب7 ثواني. ليش؟ لاني ابي افوز. شوفوا الطريقة هي شنو؟ تاخذ عصير تحطه بالوسط ولازم احط ايدي كذي على الطاولة، وبعدين لما الوقت يبدا راح اخذ العود احطه داخل هني وابدا اشرب. يعني الوقت يبدا مو بس لما اشرب، يبدا لما اشيل ايدي من الطاولة وابدا ابطله، اطلع العود احطه داخل واشرب. اتوقع فهمتوا، واذا ما فهمتوا الصراحة ما ادري ايش اقول لكم. اوكي اول واحد راح اجرب الحين. تليفوني كان راح يطير. اوكي بسم الله. تايمر ستارت جو. واو طبعا حلو. 20 ثانية اتوقع سويتها ب20 ثانية اذا انا مو غلط. 20 ثانية يعني كم؟ 20 ناقص 7 13، فيعني لازم اشيل 13 ثانية من اللي توني سويته. التجربة الثانية قاعد اقول لكم اليوم راح اسوي الورلد ريكورد. المشكلة ما ادري شلون سواه ب8 ثواني. 8 ثواني يعني تخيلوا انا خذيت تقريبا 5 ثواني عشان اطلع العود واحطه داخل، وهو سوى كل هذا وشرب العصير الكامل ب8 ثواني. ما شاء الله عجيب صراحة. انا قاعد اجرب يعني اسوي وايد وورلد ريكوردز، فاتوقع راح اسوي وايد يعني بالمستقبل شي سهلين. 3 2 1 جو. ثانية اتوقع. شلون 8 ثواني؟ ما افهم. اذا واحد منكم يعرف شلون يعني هذا قدر يشرب هالكثر بهالسرعة خليه يقول لي بالتعليقات، لانه يعني شنو التكنيك اللي استخدمه حتى انت ما خلصته. ما افهم شلون. يمكن قاعد يسوي شيء اللي انا مو قاعد اسويه. شوفوا انا قاعد اشرب يعني اسوي كذي افقصه، يمكن لازم اخذ نفس قبل ما ابدا ولازم اشرب وبعدين ابلع واضغط هذا العصير بنفس الوقت. اوكي ما ادري شنو التكنيك اللي توني قلته بس راح اجرب ثالث مرة. راح اجرب اسوي 15 ثانية 16 ثانية 16 ثانية راح اعتبر نفسي فايز. 3 2 1 جو. اوكي العود طلعته حطه داخل. مرة ثانية 19 ثانية. ما افهم. واو تخيلوا الحين انا سويته ب19 ثانية، توني سويته ب20 ثانية، فيعني هو شرب العصير ب14 ثانية اسرع مني. يعني الوقت اللي خذاني عشان اشرب واحد وهو شرب اثنين، صح؟ لان 8 ضرب 2 يطلع 16. الحين قاعد اسوي ماثماتكس. 8 ضرب 2 16 وانا شربته ب19، يعني شرب 2.5. واو ما ادري اذا تعرفون شنو هو سوى واذا تعرفون شنو التكنيك ماله كان ابيكم تقولون لي بالتعليقات، لان ابي اجرب افوز واسوي له جينيس وورلد ريكورد. فقولوا لي شنو تبوني اجرب المره الجايه، واذا عندكم وورلد ريكورد تبون اجربه. واخر شيء راح اقول لكم لايك شير كومنت وسبسكرايب. لا 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 غيرت رايي الا افوز. راح اجرب اخر مره لان بطني راح ينفجر. اذا خلصته ب 18 ثانيه راح اعتبر نفسي فايز هالمره، مو 16 او 15 كان وايد عليه. اوكي ابيكم تركزون بعيوني. اوكي ركزوا بوجهي. شنو تشوفون؟ واحد اللي راح يفوز، واحد اللي راح يسوي الجينيس وورلد ريكورد. هذا اللي قاعد تشوفونه الحين. اوكي هذا اللي قاعد تشوفونه قدامكم. واحد اللي راح يفوز يخلص العصير 18 ثانيه. هذا اللي قدامكم الحين. راح اسوي نفس مديتيشن. 3 2 1 جو. عويت العود عويته والعود عويته.
ثانية. بطني. خلينا نشوف ذا الحين فيه. نقطة بس فزت. اوكي 18 ثانية. جربوا التحدي، قولوا لي بكم ثانية تسوونه، وهالمرة صدق باي.